هذا كان ولا بمل المعلومات اللي عنده. من قال كانت مناظره شخص يقول لي الشعب السوري لاجئ. تدري ابوك ايش يقول عنك؟ طبعا. قلنا له ذيك الليله نبغاك تقول قرشي، قالوا ولدي لازم تشوفون فادي اشرف مني. الله يسعدك، هذه شهاده. وهذه يعني شيء الله يسعدك حقيقي يعني، وابوك شاعر وانت شاعر وانت مجادله، لكن حقيقي ان الابو دائما يحب ولده احسن من نفسه. نعم صح. وهذه سبحان الله فطرت عليها النفس الانسانيه. اي واحد ما يحب انه يكون احسن منها الا ولده. الا ولده. الله الله. هذه شهاده منك شيخ ابو بركان، يشهد الله. هذا شاعر. الله يسعدك. هذه تكفيني. الله يسعدك. الله يسعدك. فالشخص يقول لي الشعب السوري لاجئ، فارد عليه انا بلهجتنا احنا اهل درعا. يقول الشعب السوري لاجئ. اي لاجئ. يا عمي ليشك متفاجئ؟ شو يعني لو تشردنا، وشو يعني لو تباعدنا، وشو يعني نموت من الجوع وما نلقى حد يساعدنا؟ مو قالوا الثورة ثورتنا وراح ندعمه بكل قوتنا. هبوا يا الشعب السوري وسقاط الخاين شغلتنا. وقام الشعب واعلن حرب، البارودة بتواجه سرب، ومتنا بيدين الاخوان مدري بيدين الجيران. فلتسقط كل اقنعة الزيف واولهم حزب الشيطان، ولتسقط روسيا والصين، ولتسقط معهم ايران، ولتسقط كل انظمة العالم، ولتسقط بعض العربان. وتسألني وبعدك متفاجئ ليش الشعب السوري لاجئ؟ يا اخي لاجئ مع سب الاصرار. عفنا الديره وعفنا الدار، بنتصبح على صوت المدفع وبنمشي على ضرب النار. لاجئ لان النخوه راحت والذله القلوب اجتاحت. كم طفل ينادي يا اخواني ما حد سمعت خيته وقامت صاحت. هبوا يا ركاب الخيل حالتنا صارت بالويل. لا يا خيه لا تنادي، ما في رجال وما في خيل، ولا في نخوه ولا في باس، لا فيهم حتى احساس. كل هذا وبعدك متفاجئ ليش الشعب السوري لاجئ؟ يا حيف ويا 100 حيف تعشيتوا من لحم الضيف. ما جينا حتى نتسول، جيتنا ما هي بالكيف، جيتنا غصب وتهجير. جينا والسبة التقصير، ثورات العالم لبيت وصاح كليب وقام الزير. الا بثورتنا يا عالم ما تكليب وما تزير. وتسألني وبعدك متفاجئ ليش الشعب السوري لاجئ؟ تاهت مركبنا يا عم وغرقنا في بحر الدم، ودعنا احباب الروح ابن وخال وجد وعم. وتسألني وبعدك متفاجئ ليش الشعب السوري لاجئ؟ حاجة تسألني يا عم او بالاحرى لا تهتم. حريا كتبت ببلادي وحروفها كانت يمتم. يا دنيا دولاب بدار،